أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. نكمل حديثنا اليوم إن شاء الله في موضوع التوازن قوة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن موضوع التوازن والمسؤولية والانضباط ومسؤوليتنا تجاه كل أدوارنا في هذه الحياة. الآن نأتي يمكن أذكر بعض النماذج التوازن تجاه هذه الأدوار. عندنا بعض الأشياء، يعني يمكن تجد أنه يكون شخص متدين لكن مقصر في تربية أبنائه. يعني هذا الخلل اللي أنا يمكن في الحلقة السابقة اللي ذكرته، تجد أنه شخص متطوع، ودي كانت من الورش عمل اللي الأجوبة اللي يمكن كانت من قبل الإخوة والأخوات، متطوع لكن مقصر في تربية أبنائهم، ويكون ناجح في عمله لكن مقصر في صلة أرحامه، ناجح في حياته الزوجية لكن مقصر في دراسته. وحقيقة هي المواضيع لما تكون هي لصيقة بواقعنا، المواضيع اللي نحن نناقشها من واقعنا، أكيد يعني يمكن تجد إنه زي ما يقول يعني التأثير واقعي، يعني أو الرسالة تصل بصورة أعمق وتكون بصورة أقوى. فأنا يعني سبحان الله وأنا أحضر هذه الحلقة كانت تواصلت معي واحدة من الأخوات تقيم في دولة، تقول يعني سبحان الله، فناقشتها في موضوع مسؤوليتنا والتوازن، ونحن مقصرين أحيانا في اتجاه الأدوار في حياتنا. فتقول لي إنه سبحان الله هي ساكنة في منطقة في حي، وهي وأخوانها يعني، فتقول إنه واحد من أخوانها يمكن قرابة 3 أشهر ما زار والده، وهم يسكنوا في نفس المنطقة. يمكن المسافة ما بين البيت الأخت والأخ اللي فيها يقيم الوالد مع بنته الكبيرة، تقول المسافة 10 دقائق. يعني تخيلوا إلى أي مدى نحن سبحان الله، يعني أحيانا التقصير، الإنسان لما يكون يعني ما عنده يعني وقت، ما يكون منظم وقته، كيف تتداخل المهام. يعني يكون ربما هذا الأخ ما يكون بسوء نية، لكن هو يعني خلل في التوازن، خلل في دوره في الحياة، ونتج عنه يعني إنه الواحد ما يقدر يزور والده خلال 2 3 أشهر ويقيم في نفس المنطقة وفي نفس الحي. حقيقة هذه من الأشياء اللي تحتاج يعني نحن نعدل فيها سلوكنا ونسترجع فيها حتى ما يأتي يعني نندم بعد فوات الأوان. طيب السؤال هو كيف نحافظ على توازننا إذا كان إحنا عندنا مسؤوليات وعندنا أدوار في الحياة؟ طيب كيف يحصل أن الإنسان يستطيع أن يتوازن؟ أول يعني يمكن هو الأساس في هذه المسألة، حتى أنا أتوازن لابد أن أنا هدفي من الحياة، الغاية من وجودنا في هذا الكون. سبحان الله، يعني الإنسان لو دائما يستشعر أنه الهدف الأساسي، الغاية الأساسية من وجوده في هذه الحياة، أنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة الله سبحانه وتعالى يعني تقتضي أن أنا يعني دائما بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا كمسلمة، أنا يعني مسؤوليتي من باب هدفي في الحياة أنه سبحان الله أنه أراعي كل الحقوق اللي تتعلق بنفسي، تتعلق أنا من التزامي بصلاتي، التزامي بعباداتي. هذه من الأشياء اللي مسؤولية اللي أنا أقيم بها إذا لم يكن أنا عندي حقيقة مدركة الهدف من وجودي في هذه الحياة. وبالتالي هذا ينعكس في تربيتي لأبنائي، أنا أكون قدوة لأبنائي. كيف إذا كنت أنا يعني الصلوات يعني يمكن أصلي فرد وأهمل فرد آخر، كيف حينضبط ابني؟ كيف حيشعر بالمسؤولية تجاه يعني الجانب الروحي؟
الجانب الآخر هي إدارة الأولويات والتركيز على الإنتاجية. يعني تجد أنه كثير من الأخوة والأخوات يعني تجد أنه وقته يضيع في أشياء، يعني سبحان الله. والآن ما أكثر الملهيات، ما أكثر الوسائل اللي تشغلنا. يعني الواحد يمكن يقعد يعني بالساعات في الفيسبوك، في كل الوسائل التواصل الاجتماعي. بيكون هذا الوقت على حساب أوقات، على حساب مسؤولية أخرى، على حساب أنه يربى أبنائه، حساب يراجع، يكون له دور وحضور في بيته. يمكن نتذكر كذلك الحاجات، يعني يمكن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمير بن العاص. فهو الرسول سمع أنه عبد الله بن عمير بن العاص أنه يقيم الليل كله ويعني يختم القرآن خلال اليوم. فقال له بلغني يا عبد الله أنك أنت تقيم الليل كله وتقرأ القرآن طيلة اليوم. فقال فالرسول عليه الصلاة والسلام نصح عبد الله بن عمر، قال له إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك فأعطي كل ذي حق حقه. حقيقة نحن لو فعلا طبقنا هذا الحديث يعتبر هو برنامج لتنظيم الوقت. يعني الآن الناس يمكن كثير من البرامج، كثير من المتحدثين في موضوع التنمية البشرية تكلموا عن تنظيم الوقت، لكن سبحان الله نحن كمسلمين يعني يمكن مصدرنا الأساسي، ونجد أنه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد، هو النبي، هو الزوج. سبحان الله. وهذا النموذج أن نحن نقتدي به. الرسول كان بالنسبة لنا كقدوة. تستحضرنا قصة لما الرسول عليه السلام فتح في فتح مكة. لما جاء في فتح مكة سبحان الله جلس ووضع فرش عباءته الرسول عباءته. وبعدين يعني نادى سحيبات السيدة خديجة رضي الله عنها. يعني تخيلوا كيف إنه قائد ونبي وهو في مهمة. الآن هو في فتح مكة، يعني من القائد اللي يكون عنده وقت ومجال عشان يجلس، وهذا جزء من مسؤوليته تجاه وفائه للسيدة خديجة رضي الله عنها. هذا الموقف وهذه المواقف وفيها كثير من العبر. يعني هل فعلا نحن الآن يعني أين نحن من هذه المواقف الشريفة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف نحن ندير أوقاتنا؟ هل نحن نعطي لكل ذو حق حقه؟ هذه كل من الأشياء اللي تجعلنا نتوازن. إذا فعلا نحن نظمنا أوقاتنا، إذا نحن أدركنا دورنا في الحياة، وأدركنا إنه نحن أنا ما فقط لنفسي بس، لا، عندي أدوار كثيرة في هذه الحياة. يمكن في واحد من الأخوة في محاضرة من المحاضرات كان يذكر إنه كيف إنه بعد الدول سبحان الله، يعني حتى الدول اللي ما تؤمن بالإسلام ولا هي بالعكس، يعني يمكن الدول اللي هي زي كوريا الشمالية، يقول في دولة من دول الخليج، كوريا عندها شركة، ويقول عندهم برنامج في الشركة اسمه برنامج القيلولة، اللي هو بعد وجبة الغداء النظام في الشركة إنه خلاص يعني الموظفين يأخذوا راحة، وتكون الإضاءة كلها يعني مطفية، ويكون ده جزء من البرنامج. يعني معناها يعني حتى كإدارة الشركة تعي تماما وتفهم تماما إن لما يكون الموظف ماخذ راحة وريلاكس ويكون في حالة استرخاء حيكون منتج وحيكون له عطاء أكبر. لماذا كل هذا؟ يعني لأنه التوازن هو يعتبر أصعب شيء، وفي نفس الوقت هو أهم شيء في حياتنا. يعني دائما اللي ناس قصص الناجحين في الحياة تجدهم أنه كان عندهم وقت، وكان عندهم برنامج، وكان عندهم جدول، يعني حياتهم كلها يعني سبحان الله بطريقة فعلا مرتبة ومنظمة. وبالتالي اللي يكون واحدة من أسباب إن إحنا نقدر كيف نحافظ على توازننا حتى نحقق النجاح في الحياة. يعني فسبحان الله يعني ما مستحيل يكون إنسان هو يعني ناجح في كل المسؤوليات والمهام اللي ذكرناها ويكون هو يعني ما يهتم بالوقت. يعني والله سبحانه وتعالى أقسم
بالوقت اللي هو في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لعظمة الوقت ولأهمية الوقت في حياتنا، لأن الوقت هو ليس ملك لوحده، وأول ما يسأل عليه العبد هو الوقت في حياته. نأتي لجانب آخر. يمكن الآن كثير من الناجحين في عالمنا فنجد أنه يعني معظم قصص اللي كانت وراء نجاح هؤلاء الآن في المجتمع أو في العالم، تجدهم أنه كان عندهم جدول زمني، الواحد يكون عنده وقت لنفسه لبيته. وأذكر يمكن ستيفن كوفي هو واحد من أهم، يمكن هو مستشار سبحان 20 دولة في العالم، وكتبه من الكتب أكثر يعني مبيعات في العالم. لكن لو رجعنا لجدوله الأسبوعي، عنده وقت عشان مثلا يمارس الرياضة مع بنته في الجدول الأسبوعي، عنده خلال الأسبوع يعني شرب القهوة مع صديقه، وهذا يعتبر جزء من العلاقات الاجتماعية وواجباته ودوره تجاه أصدقائه. عنده وقت لأعمال الأخرى، للمهام الأخرى. فإذا كان الإنسان رب سبحانه وتعالى أكرمنا وميزنا عن سائر المخلوقات، هل نحن نوظف إمكانياتنا؟ هل نحن فعلا نوظف كل ما عندنا من قوة في سبيل أنه يكون لنا دور في هذه الحياة؟ لأنه مسألة التوازن، نتوازن لماذا؟ حتى نحن يعني ننجح في حياتنا، ولأنه أنا عندي كثير من المهام. التوازن، لماذا التوازن قوة؟ من أجل تحسين علاقاتنا، ويمكن دي اللي ذكرتها. إذا أنا خسرت صلتي بأرحامي، إذا أنا خسرت يعني علاقتي مع ربي وخسرت علاقتي مع والدي، فماذا تبقى لنا؟ وهذا نتيجة للتخطيط الخاطئ، نتيجة لأشياء كثيرة. فيعني يكون نحن حتى لا يأتي اليوم اللي واحد يفقد يعني والده، أو الزوجة تفقد زوجها، أو يحصل أشياء كثيرة جدا، تجي في لحظة الندم الواحد يسترجع كل ذكرياته ويقيم نفسه، يقول أنا قصرت مع هذا وقصرت مع هذا وشغلتني ظروفي وحياتي. فبالتالي الندم يعني سبحان الله، حتى الكفار يوم القيامة يعني في آخر آية في سورة عم يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني بحيث لا ينفع الندم في ذلك الوقت. حقيقة أنا أختم هذا الموضوع يمكن بعد أولا يعني يمكن يعني أوصي نفسي أولا، وثم يعني كل الإخوة والأخوات المتابعين المشاهدين، فإنه كيف نستقل أوقاتنا، كيف نستقل وظائفنا، كيف نستفيد من الفرص المتاحة لنا في البلاد اللي احنا نعيشها. يعني حتى لا يكون بعد 20 سنة أنا أجد نفسي إنه أنا ما أتقنت لغة البلد اللي أنا أعيش فيه وما أنتجته. وبالتالي حتى نكون إحنا قدوة لأبنائنا، نكون قدوة في مجتمعاتنا، وهذه مسؤوليتنا حقيقة. نستفيد من أوقاتنا. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا.